مش ممكن. مدحت شلبي لخص نيجي حالة إمام للقمة عاشور الكبرى من سببها وجهة إيه؟ نظري. اسمعوا. من وجهة نظري الفوارق الرهيبة ما بين عقد زيزو وعقد بعض اللاعبين اللي هم شايفين ان هم يستحقوا، والحقيقة هم يستحقوا، وعلى رأسهم إمام عاشور. هل أنا هسأل سؤال ساذج جدا، هل إمام عاشور قبل زيزو هو إمام عاشور بعد زيزو؟ هل إمام عاشور الأساسي اللي مكسر الدنيا ومرشح انه يبقى افضل لاعب في افريقيا يبقى احتياطي ويلعب ربع ساعه؟ عشان مستواه نزل. طب مستواه نزل ليه؟ لان دماغه لعبت. طب دماغه لعبت ليه؟ لان شايف واحد بياخد رقم خيالي وهو زيه او انا في رايي هو احسن منه طبعا، في حالته ده وفي حالته ده لا امام احسن. بياخد اقل، دماغه الولد اتحولت فبدا يعمل حاجات غريبه جدا. لاول مره رايحين افريقيا قاعد في بيته قافل الموبايل. سيبك من السيناريو اللي اتعمل، كان عيان ومش عيان انه بعد يومين كان بينزل الحكايه والروايه تنزانيا. طيب عايز اسال سؤال بسيط جدا. هو احنا لما جينا نعمل العقد بتاع زيزو ده ما كانش في ذهننا واحنا بنعمل عقد زيزو ده ان عندي لعيبه ممكن تتاثر، لانه مفيش حاجه بتستخبى، بالقيمه الماليه العاليه جدا لهذا العقد، وبالتالي تتعب وبالتالي مستواها يقع زي ما حصل مع زيزو. وفي لعيبه مشيت قبل ما زيزو يجي، على سبيل المثال رامي ربيعه واكرم توفيق. هم دول مشوا ليه؟ على كلام الكابتن محسن صالح، كان ماسك مدير التخطيط او حاجه زي كده، او رئيس لجنه التخطيط في النادي الاهلي، كان بيتكلم من يومين في اون سبورت، قال ان رامي ربيعه جاله قال له انا يا كابتن لازم ترفعوا لي. ده كلام الكابتن محسن مش كلام انا، لانه مش ممكن تجيب واحد من بره النادي الاهلي وانا ابن النادي الاهلي وتدي له ادي كذا 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 كذا. فالولد ما استحملش، مش ما هوش هيستحمل، احنا بشر.